السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله طيبين وإن شاء الله تكونوا بخير ونعيم في أتم الصحة والعافية. مرحبا بكم في قناة زومكم. في الحلقة دي عايزين نتحدث عن مباراة الهلال وصن داونز، المباراة يوم الجمعة في ملعب ماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي. في الحلقة دي حنتحدث عن كيف ينتصر الهلال على صن داونز، لكن قبل نتحدث إذا أول مرة بتتابعنا اعمل شير وعلى لايك لهذه القناة. طيب يا عزيزي، الهلال صراحة مواجهة بمباراة صعبة أمام فريق خصم محترم، خصم عنده جميع الإمكانيات وعنده جميع القدرات. فريق خسر نقطتين في أرضه، تعادل الهلال معه في ملعبه في جنوب أفريقيا وأمام جماهيره، والهلال قدم مباراة تكتيكية على مستوى عالي. صن داونز حيجي ويدخل المباراة دي لازم يعوض النقطتين دي ولازم ينتصر على الهلال. وكيف الهلال يقدر ينتصر على صن داونز؟ وكيف الهلال يحد من خطورة صن داونز؟ أول شيء يا عزيزي في حاجة نحن المفروض نركز عليها ونعرفها. صن داونز من نوعية الفرق اللي بتلعب كرة سريعة وكرة حديثة وتمريرات قصيرة وبيعتمدوا بصورة كبيرة على العمق، زي ما حصل في مباراة جنوب أفريقيا، والهلال قدر يقفل العمق. في نفس المباراة دي إذا الهلال قدر قفل العمق واعتمد على الهجمات المرتدة واعتمد على الكرات السريعة وعلى الأجنحة جان كلود وأداما كوليبالي، الهلال حيشكل خطورة والهلال حينتصر في هذه المباراة. لأنه فريق زي صن داونز من الصعب جدا تجاري في الاستحواذ. نتكلم عن الاستحواذ، لا، فريق منظم، فريق منسجم، فريق بيستحوذ بصورة كويسة على الكرة. إذا حاولت تستحوذ أو إذا حاولت تعمل ضغط عالي، أقل خطأ ممكن يقدر صن داونز يكسب الهلال. وصن داونز دائما بيحاول يفتح اللعب وبيحاول الأصلة تتقدم، لكن ما قاعدة الأصلة دي تساهم بصورة كبيرة أو ما قاعد يلعب كرات عرضية عن طريق الأصلة دي عمل لك كشرك. الظهير بتاعك يفتح مع الظهير بتاع صن داونز ويبقى تركت فراغ في المساحات والهاف سبيس وهو يلعب عليها، ودي شفناها حصلت كم مرة في المباراة اللي كانت في جنوب أفريقيا. عندهم لاعب بيسحب لك المدافع وبيترك مساحة والكرة تتلعب خلف المدافعين، دي الهلال لابد يركز فيها ولابد يركز عليها إذا عايز تنتصر على صن داونز. لكن حكاية إنه يا أخي والله أنا أضغط عالي ولا حكاية إنه أستحوذ، لا، أدي صن داونز الكرة وأنت قفل المناطق واعتمد على الهجمات المرتدة. لما نقول صن داونز خلاص صن داونز فريق محترم عنده داخل الأرض وخارج الأرض واحد، يعني أنت حاليا حتلعب المباراة دي في أرضك، لكن بالنسبة لصن داونز كأنها في أرض، لأنه عنده أسلوب واحد وعنده تنظيم واحد وعنده طريقة. نترك لهم الكرة ويستحوذ على الكرة، في النهاية نحن نعتمد عليه الهجمات المرتدة. ده كيف تقضي على صن داونز؟ إذا أنت قفلت العمق بصورة كويسة وعملت كثافة عددية في عمق الملعب واعتمدت على الهجمات المرتدة. وأنا شايف المباراة دي أفضل لاعب هو اللاعب صن داونز، المفروض يكون مشارك في هذه المباراة، لأنه اللاعب ده من النوعية اللي بيفتح مساحة للأجنحة وبيقدر شنو يسحب مدافع وبيترك مساحة مثلا لجان كلود أو أداما كوليبالي. عنده التحرك بدون كرة بصورة ممتازة، بيعرف يعملها بشكل كويس وبشكل ممتاز. الأخطاء اللي وقعنا فيها في مباراة الانسحاب وكلفتنا هدفين تحصل. دائما شايفينهم بيجمعوا اللعب على ظهير أو على صايد وبيلعبوا الكرات الطويلة نفس ما حصل في الهدف الأول، أو بيلعبوا الكرات العرضية للاعب مكوينة في التسديدات خصوصا في الركنية أو سواء كان شنو في أي كرة عرضية مكوينة. تسديد خطير وشفناه جاب هدف في الشناوي وهدف في حارس الهلال فريد، يعني لاعب عنده مضرب قوي، لاعب ممتاز، لمسها حيعاقبك فورا. وده اللي حصل في النقطة الأولى، مرة جوار الغايم والثانية جات جول. المباراة دي لازم بتعتمد على التركيز، اللعيبة يكونوا مركزين، اللعيبة يكونوا في الموعد، اللعيبة يكونوا مضبوطين بالخطة اللي وضعها المدرب. حكاية انك يا اخي والله انا نستحوذ وتهمل الجوانب الدفاعية، صن داونز حيعاقبك، ولو عاقبك ما بتقدر يعني تعود في المباراة. اللي حصل في جنوب افريقيا الان المباراة خطرة ومباراة صعبة جدا، ما خلاص نحن عادلنا معه في جنوب افريقيا على اساس انه هنا في ارضنا حنكسبه، لا، انت الان بتلعب في ارض محايدة وملعب جميل. وبالنسبة لصن داونز يعني داخل ارضك وخارج ارضك نفس الشيء. في النهاية نحن نتمنى التوفيق للهلال ونتمنى الهلال يكون في الموعد والمدرب يكون في الموعد وضع التشكيلة المناسبة تقدر تعينه والهلال ينتصر في المباراة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.